تعادل الاهلي او خساره الاهلي بره البطوله. حبايبي الاهلاويه، بكره ماتش الاهلي وصن داونز في بطوله افريقيا. الاهلي عنده كام نقطه؟ الاهلي عنده 4 نقط. صن داونز عنده كام نقطه؟ عنده 7 نقط. الهلال عنده كام نقطه؟ 9 نقط. الاهلي خسر بكره عنده 4، خلاص كده خلص. طب الاهلي تعادل مع صن داونز، الاهلي عنده 5. طيب ازاي بتقول لي لو اتعادل الاهلي طلع؟ اقول لك تعالى اقول لك ازاي. دلوقتي الاهلي اتعادل مع صن داونز هيبقى عنده 5 نقط، راح كسب القطن هيبقى عنده كام؟ 8. راح كسب الهلال بقى عنده كام؟ 11 نقطه. مين اكتر فريق واخد افريقيا؟ اكيد الاهلي اكتر فريق واخد افريقيا. مين اقوى فريق واشد منافس واللي هيتعبنا؟ مين؟ الاهلي. طيب خلاص، يبقى احنا نعمل ايه؟ نخلي الهلال تكسب صن داونز، صن داونز تسيب الماتش للهلال، يبقى الهلال عنده كام نقطه؟ 9 و3 12. خلاص هو مش عايز ماتش الاهلي، يبقى مين يصعد؟ يصعد الهلال وصن داونز. وشكرا للنادي الاهلي. هو ده اللي صن داونز هيعمله لو الاهلي ما كسبش بكره، ولو الاهلي تعادل ده نفس السيناريو اللي هيحصل. ليه؟ لان الاهلي كبير افريقيا فلازم يحصل فيه كده. طب ازاي نكسب يا عم سمير الماتش؟ اقول لك ازاي نكسب الماتش. ان شاء الله الاهلي ينزل ضاغط، وان شاء الله نجيب جون في اول الماتش. الاهلي كالعاده في الازمات بيفرحنا، يبقى لعيبته رجاله، نكسب ونخطف جول، والاهلي بعد كده يقفل خطوط ونلعب على الهجمه المرتده، وان شاء الله نجيب الثاني جول 2. اهم حاجه نرجع بال3 نقط. والاهلي في الازمات زي ما قلنا لعيبته رجاله، وان شاء الله الاهلي يرجع بال3 نقط. رجعنا بال3 نقط خلاص نكسب ان شاء الله القطن والهلال ونصعد، مش هنبقى نحتاج اي حاجه خالص. طب التشكيله يا عم سمير اللي احنا ممكن نبدا بيها تبقى كويسه. التشكيله اقول لك التشكيله هنبدا بعبد المنعم وياسر ابراهيم، طبعا الشناوي الحارس معروفه. نبدا على اليمين محمد هاني، وعلى الشمال نبدا بعلي معلول. بالنص هنلعب 3 في نص الملعب، حمدي فتحي وديانج ومروان عطيه. بيرسي تاو، طبعا بيرسي تاو جنوب افريقي وعارف الدنيا ماشيه ازاي، وعارف الجو الساعه 3 هيعرف يتعامل معاهم ان شاء الله ويؤدي اعلى مستوى. طاهر على الجبهه الشمال. نلعب ان شاء الله بكهرباء وان شاء الله نكسب. ويلا سلام.